غريبة، ايه اللي بتعمليه ده كله يا فتحية؟ ايه الغريب بقى يا سي عبد الحميد؟ ايه اللي بتعمليه ده كله؟ برتب الشقة زي كل يوم يا عبد الحميد. لكن ايه الزهور دي كلها اللي مغطية كل حتة في البيت؟ يعني بلاش نحلي منظر الشقة، ان ما كانش عاجبك نشيلها. يا ستي انا ما قلتش كده، لكن ايه المناسبة؟ وهو لازم يبقى في مناسبة يعني؟ بس يعني مش عادتك دي يا فتحية. قصدك ايه بقى يا عبد الحميد؟ انت غيرت نظام البيت خالص، حتى الصور غيرت مكانها. وايه رأيك دلوقتي؟ يا ريت كل يوم يبقى كده يا فتحية. لك عليا يبقى احسن من كده من هنا ورايح. بس وحياتك ايه المناسبة؟ هترجع تاني تقول لي ايه المناسبة؟ انا حاسس ان في حاجة مش طبيعية. تفتكر هيكون ايه؟ لازم حد كبير ناوي يزورنا. حد كبير زي مين؟ والله ما حدش بيزورنا الا اصحابنا وقرايبنا، يبقى مين تاني غيرهم؟ يوه نسيتني اهم حاجة. ايه نسيتي ايه يا ستي؟ يا سميرة. سميرة. نعم يا ماما. فين يا بنت التابلوهات الجديدة اللي جبتها امبارح؟ وكمان تابلوهات جديدة؟ لا 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 لا، دي تبقى لازم مفاجأة كبيرة. هتوصل حالا التابلوهات يا ماما. يا بنتي مفيش وقت. طب انا هنزل بنفسي اجيبهم على طول. بسرعة يا بنتي. حاضر يا ماما. ما تنسيش تعدي على الست عايدة وتجيبي من عندها طقم الشربات بتاعها. حاضر يا ماما، هعدي عليها وهيكون الطقم هنا بعد شوية. وكمان شربات؟ لا 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 لا، قوليلي ايه الحكاية يا فتحية وريحيني. صبرك بالله يا عبد الحميد وسيبني دلوقتي والنبي وحياتك. بس اعرف ايه الحكاية عشان استريح. بعدين هتعرف كل حاجة. ماما عايزة مني حاجة تانية؟ مش فاكرة دلوقتي يا بنتي. منك لله يا عبد الحميد، نسيتني كل حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله، بقى انا اللي نسيتي كل حاجة. اسمعي يا سميرة. نعم يا ماما سامعاكي. مش عارفة يا بنتي كنت عاوزة اقول لك ايه. انا مش هتكلم، خلاص مش هتكلم لما اشوف ايه اخرت. طب روحي دلوقتي يا سميرة ولما افتكرها هبقى اقول لك. قصدك على معلش دلوقتي. حاضر. ممكن يعني اعرف ايه الموضوع؟ قلت لك بعدين وسيبني دلوقتي يا عبد الحميد. يعني سر خطير يا ستي. زي ما تسميه، لكن هتعرف في الوقت المناسب، وساعتها هتقول فتحية مراتي لها حق في كل اللي بتعمله. جيب العواقب سليمة يا رب. مش هتقولي الساعة كام دلوقتي يا عبد الحميد؟ اتفضل يا ست، خلي الساعة معاك. انا بسألك الساعة كام؟ انت كل 5 دقايق تسأليني عن الساعة، خديها معاك وريحيني يا ست. يا عبد الحميد خليك معايا امال. طيب يا ست، الساعة 6:30. ياه لحقت تبقى 6:30. يا خايب حجته معاه. لكن الست درية اكدت عليا انهم هيجوا الساعة 6. ما تفرقش كتير، ادي احنا قاعدين. الله، ايه اللي انت لابسه ده يا عبد الحميد؟ ماله لبسي كمان؟ ايه اللي فيه بقى؟ دي بدلة تقابل بيها ناس جايين يخطبوا بنتك؟ وايه دخل البدلة في الخطوب؟ لازم الناس تحس ان علينا القيمة. امرك يا ست. بسرعة يا عبد الحميد احسن وصلوا. طيب المكوى يا ست. وده وقت مكوى؟ مين يا فتحي اللي جه؟ ده المكواجي يا عبد الحميد. انا كان ورايا ميعاد مهم الليلة افتكرته بس دلوقتي. هي الساعة بقت كام؟ تاني ما هي قدامك. يظهر عليهم مش ناويين ييجوا. انا هنتظر لغاية 7، بعد كده هروح المشوار بتاعي. يمكن ربنا يقرب البعيد ويوصلوا دلوقتي. يا ريت يا ست يا ريت. بقى دي عاملة يعملوها معايا يا ست درية. حصل خير وكل تأخيرة وفيها خير. بس اودي وشي فين من عبد الحميد؟ ده انا قايلاله ان العريس جاي. بكرة اعرف لك السبب وارد عليك. يمكن ملهمش رغبة يا ست درية. ازاي بس يا فتحية؟ هو انتوا لسه هتعرفوا بعض النهاردة؟ يا ترى ايه اللي اخرهم؟ ما هو لازم ييجوا لازم. دي سميرة فرحانة قوي. عملت ايه في الفلوس يا عبد الحميد؟ الحمد لله،
النهاردة بس خلصت إجراءات الاستبدال. والصرف امتى؟ كلها أسبوعين ولا 3. لسه اسبوعين؟ دي مدة كبيرة يا اخويا. هانت يا فتحية هانت. ده احنا جرينا ورا العريس كتير وما صدقنا انه وافق. عايزة جد، تصرفاتك دي ما عجبتنيش ابدا يا اخويا دول 5 بنات، 5 بنات. لكن احنا ما سألناش عن العريس كويس يا ستي. وهو احنا لسه هنعرفهم؟ ده عيلة ممدوح كانوا جيراننا من 20 سنة فاتت. لكن الناس بتتغير بين يوم وليلة. ماله ممدوح بقى؟ مركز كويس وشاب كل واحدة تتمناه. بس انا سامع انه يعني كل الشبان كده. الاصول ما كناش نستعجل. دول 5 بنات يا عبد الحميد، 5 بنات. الامر لله واللي فيه الخير يقدمه ربنا. الف مبروك يا سمير. ميرسي يا ليلى، عقبالك. ايه رايك لو نعمل فرح في النادي؟ وعلى ايه؟ نخليه بيتنا احسن. دي اول فرحه لينا. ما تنسيش ان بابا صرف كتير قوي على الجهاز. الحقيقه بابا عمل اكتر من اللي مطلوب منه. ده حتى النجف وادوات المطبخ والستاير هو اللي اشتراها. ربنا يخليه لينا بابا ده يا رب. عقبال كده ما يجهزك احسن جهاز. لسه بدري يا سميره. ما قلتليش اخبار عادل ايه؟ اهو كل ما يقابلني استعجل الخطوبه. على فكره عادل شاب ما فيش كده. يعني شفتيه قبل كده عشان تحكمي عليه؟ طبعا عرفته اكتر من كلامك عليه. للدرجه دي؟ اسمعي، انا عندي فكره. ايه رايك لو نعزمه في فرحي؟ لا مش معقول يا سميره. ليه يا ليلى؟ الناس تقول ايه؟ ما فيهاش حاجه. الناس تقول عليا ايه يا سميره؟ ده زميلك يا ليلى وبيشتغل معاكي في مصلحه واحده. معنى كده يبقى لازم اعزم كل المصلحه عشان تحضر فرحك. انا عن نفسي شايفه ان ما فيهاش حاجه ابدا. لا 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 يا سميره، لا. اللي بيني وبين عادل لحد دلوقتي مجرد زماله، ولو دعيته هيبقى مسار كلام وحديث، وانا ما احبش حد يجيب سيرتي. امرك يا ست ليلى، بس ما تبقيش تنسينا في فرحك. لما نفرح بيك الاول يا سميره، دي هتبقى فرحه العمر. يا سيد. ايوه يا استاذ عادل، اي خدمه؟ الانسه ليلى في مكتبها؟ تقريبا. يعني لسه ما نزلتش؟ لا طبعا. في حاجه نسيت تمضي عليها؟ لا متشكر، انا هتصرف. اي خدمه تحت امرك. لا كتر خيرك يا سيد. استاذ عادل. ايوه المدموزيل حضرت. اتفضلي يا ست ليلى. في حاجه يا عم سيد؟ انسه ليلى من فضلك، في ورقه كان لازم حضرتك تمضي عليها ويظهر نسيتي. ورقه ايه؟ الورقه دي. الله عادل، وبعدين معاك؟ ليلى احنا اتفقنا عليه. كنت عايزه تروحي من غير ما تشوفيني ولا ايه؟ عادل احنا في الشغل والموظفين والمكاتب، ومش عايزه حد يلاحظ حاجه. انا مش ناقصه مشاكل. يوه قلبك قاسي قوي قوي يا ليلى. انت ما بقيتيش زي الاول. ايه اللي شغلك؟ نفسي تبطل كلام. ما اقدرش، لازم اعبر عليه في قلبي. ليلى انت مش عارفه قد ايه انت بالنسبه لي. انا لازم اشوفك كل يوم يا ليلى، لازم. طيب عشان ما تزعلش مني، انا بكره مش جاي الشغل. ليه؟ حصل حاجه؟ لا، فرح اختي سميره بكره. مبروك، الف مبروك. وعقبالك يا ليلى. عن اذنك. ليلى تعالي بس. ليه بتهربي مني دايما كل ما اكلمك عن اللي في قلبي؟ عادل انا اصلي. انت يا ليلى لازم تعرفي كويس اني بحبك، وان حياتي مرتبطه بحياتك. كفايه يا عادل. ليلى هروبك مني بيخليني افكر كتير. بتفكر في ايه؟ بقول لنفسي يا ترى ليلى بتحبك زي ما بتحبها؟ يا ترى هي بتقول عليك ايه؟ هقول ايه يعني غير ايه؟ اتكلمي يا ليلى، قولي اللي في قلبك، قولي طمنيني. هو يعني الواحد لازم يعبر عن اللي في قلبه بالكلام. امال ازاي افهمك بس واحس باللي في جواك يا ليلى؟ عادل كفايه ارجوك كفايه. ألف مبروك يا سميرة. ميرسي، عقبالك. مبروك يا سي ممدوح، الف مبروك يا عم. مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي، الله يبارك فيك. مبروك يا ليلى. عادل الله يبارك فيك. كنت عايز اقول عادل بلاش تكلمني دلوقتي، في ناس واخده بالها مننا، ارجوك بلاش. بعدين معاكي بقى يا ليلى. في الشغل بلاش كلام عشان الموظفين، في فرح اختك بلاش كلام عشان المعزم. امال اكلمك ازاي بس؟ انا عارفه بقى، انا عارفه.
الله مالك يا استاذ ممدوح؟ بتفكر في ايه من الصبح؟ لا لا ولا حاجة يا فهمي. طب ولع خلي الكلام يحلى يا راجل. اتفضل يا سيدي. قول لي بقى يا سيدي ايه حكايتك؟ مش عادتك دي ابدا. لا انا كنت سهران امبارح شوية. ما تحاولش تخبي عليا. الله، فين ضحكتك اللي كانت بترن في المصلحة؟ يا سي فهمي هي العيشة كلها ضحك. ايه قصدك خلاص دخلت دور الجد؟ اهو شوية كده وشوية كده. ما قلت لك من الاول ما سمعتش كلامي؟ عن ايه يا فهمي؟ يا ما قلت لك ابعد عن الجواز وسكته، ما سمعتش كلامي وعملت لي شاطر وبتفهم. يعني كنت عايز نعيش طول عمري عازب؟ وعملت ايه يعني بجوازك يا اخي؟ سنة الحياة كده يا فهمي. يا راجل ده انت من يوم ما اتجوزت وانت في النازل. ايه نصيبي كده يا سي فهمي. ايوه اتفرد وفضفض. قولي عامل ايه؟ الجواز مسؤولية كبيرة والحمل كبير قوي. ليه؟ هي المحروسة ما عندهاش ايراد تاني؟ يا ريت كانت شالت معايا الحمل شوية. يعني زي اللي كانوا عندي كلهم كانوا عالم سكالة ضاربهم السلك. الامر لله يا سي فهمي. اسمع نصيحتي وتعالى نسهر سوا الليلة ونجدد الايام الحلوة. لا ما عادش يجي منه بقى. هو ده اللي هينسيك الهم كله. مش معقول ارجع تاني بعد ما اتجوزت. تعالى يا راجل تعالى معايا غير الجو، او كده شوية وكده شوية تقوم تمشي وتحلو، وليالي الحظ مع النكد اللي انت عايش فيه تحصل المعادلة. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا سي ممدوح؟ انت هتحاسبيني كمان على السهر ولا ايه؟ مش معقول كل ليله تسهر لحد 3 الصبح. انا حر. وبيتك ماله بيتي؟ انت ناسي انك متجوز؟ انت هتحققي معايا؟ لا بس فين الخاتم والاسوره بتوعي؟ كانوا هنا قبل ما تخرج. نعم يعني ايه؟ طب ما اعرفش عنهم حاجه. انت اللي خدتهم من الشفونيره يا ممدوح. يعني انا حرامي؟ ما تحاولش تنكر. كفايه بقى بلاش نكد. انا لازم اعرف وديتهم فين. عندك البيت دوري عليهم ولا شوف يمكن حد من اهلك خدهم. ما تجيبش سيره اهلي على لسانك، انت عارف ان اهلي احسن ناس. قلتلك كفايه بقى خلي ليلتك تعدي على خير. ما تحاولش تهرب من سؤالي يا ممدوح. قلتلك اخرسي. انت بتشتمني واضربك كمان. هي حصلت الضرب ممدوح. يظهر ما فيش فايده منك للدرجه دي. انا اتحملت منك كتير وصبرت وقلت يمكن الايام ترجعه تاني. قلتلك انا عايز انام وانا عايزه الخاتم بتاعي. مادام كده اتفضلي بره بره. عبد الحميد. الجرس ده عندنا يا عبد الحميد. ايوه فتحية. يا ساتر، يا ترى مين عاوزنا الساعة دي؟ استر يا رب. يا ترى مين؟ قوم افتح يا عبد الحميد. مين؟ بابا. سميرة. بابا. ايه اللي جابك دلوقتي يا بنتي؟ سميرة، ايه اللي جرى يا بنتي؟ ماما خلاص يا ماما. خير يا بنتي، ايه اللي جرى؟ طمنيني يا حبيبتي. ممدوح جرى له حاجة يا سميرة؟ لا منه لله. حصل ايه يا سميرة؟ اقعدي يا بنتي استريح. اللي حصل ما يتحكيش. ايه بتقولي ايه يا سميرة؟ طمنيني يا بنتي. مش وقته دلوقتي يا ايه ماما. اللي خلاك نزلت يا بنتي في ساعة زي دي لوحدك؟ بعدين دي حكايه كبيره قوي. للدرجة دي يا بنتي؟ اقول لك ايه ولا ايه يا ماما؟ انا خلاص مش هرجع لممدوح تاني بعد اللي حصل. غريبة، ده انتوا لسه متجوزين ما بقالكمش سنة. انا عارفة من اول شهر انه مش هيجيبها البر. بتقولي ايه يا فتحية؟ وكنت مخبية عني ليه؟ كفاية اللي عندك يا عبد الحميد، عاوزني اشيلك هموم اكتر من كده؟ كان لازم اعرف من الاول يا فتحية. انا كل مرة كانت بتشتكي لي سميرة اقول لها تحملي يمكن ينصلح حاله. تصور يا بابا ياخد اسورتي والخاتم بتاعي ويبيعهم. هي حصلت كمان؟ ده لو كان على اخر يوم من ايامه مش هيشوفك تاني. ايه رايك بقى في موضوعنا يا ليلى؟ ده وقت كلام يا عادل. امال هنتكلم امتى بقى؟ يعني اكلمك فين؟ لا عاجبك الكلام في الشغل ولا بره؟ قلت لك بعدين يا عادل. لحد امتى بس يا ليلى؟ سميرة اختك بقى لها 5 شهور متجوزة ودي كانت حجتك. مش وقت كلام دلوقتي يا عادل. ايه المانع بس يا ليلى؟ احنا دلوقتي متفاهمين وكل واحد مننا درس التاني عن قرب. الحقيقة ان بابا ظروفه دلوقتي مش مساعدة. احنا مش عايزين حاجة من عمي. ازاي يا عادل؟ والجهاز؟ نجهز بيتنا على راحتنا. وتيجي ازاي دي؟ نتعاون مع بعض، النهارده نشتري حاجة وبكرة نشتري حاجة تانية بالبساطة دي؟ اسمعي، انا عندي مبلغ في البنك نبتدي بيه ونشتري المهم. مش معقول بقى ادخل من غير جهاز. المهم نتفق الاول وبعد كده نتكلم في الجهاز. لكن لازم يكون لي جهاز. بعد الخطوبة نتكلم. انا فعلا كلمت ماما من كام يوم
وقالت لك ايه؟ ماما موافقة. طيب وعمي؟ بابا مش هيرفض. يبقى ايه بس اللي ناقص بس؟ ما تستعجلش على رزقك. مدام كده يبقى ميعادنا الاسبوع الجاي. هنيجي نزوركم انا وماما بسرعة كده. وخير البر عاجله. انت عارف شعوري من ناحيتك يا عادل، بس ظروف بابا هي اللي صعبة. هنرجع تاني يا ليلى. ده انا لو بايدي لاخطفك من اهلك زي افلام السين، والله العظيم. مش على حصان، على طياره نفاسه. يا ريتك سمعت كلامي من الاول يا فتحية. كلام ايه يا عبد الحميد؟ قلت لك ما تستعجليش. لكن النصيب غلط. والعمل دلوقتي ايه يا فتحية؟ مش عارفة، انا تفكيري وقف خلاص يا عبد الحميد. المهم سميرة تنسى اللي حصل. دي يا عيني نازلة ترف، حتى اللقمة بتاكلها بالعافية. حاولي تكوني معاها دايما يا فتحية، ما تسيبهاش لوحدها ابدا. حد كان يصدق ان ممدوح يحصل منه ده كله؟ انا قلت لك من الاول انه مش عاجبني. ما خلاص بقى يا عبد الحميد، بعد ايه يا اخويا؟ ايوه الامر لله. المهم ليلى عرفت بحاجة؟ فكرتني بليلى. مالها يا فتحية؟ كلمتني من كام يوم عن زميل لها اسمه عادل. ماله زميلها؟ قالت انه هيجي يزورنا مع والدته بعد كام يوم. وايه المناسبة؟ عاوز يخطبها يا عبد الحميد. مش لما نخلص من مشكلة سميرة ندور على ليلى؟ وذنبها ايه ليلى؟ على الاقل نحافظ على شعور سميرة تتمنى لاختها كل خير. انا شايف نأجل الموضوع ده شوية يا فتحية. بس دي فرصة، وانت عارف ان الحمل تقيل علينا، ودول 5 بنات، وحتى الكبيرة ما اتنصفتش. يبقى ننتظر وناخد درس من اللي فات. وهي صوابعك زي بعضها يا عبد الحميد. طيب وليلى رأيها ايه؟ اللي فهمته منها انهم درسوا بعض كويس. بس طيب نسأل عليه الاول عشان ما تتكررش الغلطة. ليلى متعلمة وعمرها ما قالت لي حاجة الا بعد ما اتأكدت منها ودرستها كويس. اقول لك ايه، الامر لله يعني موافق يا عبد الحميد؟ ما دام دي رغبة ليلى ربنا يجيب العواقب سليمة. تسمحي لي اسألك سؤال يا سميرة؟ خير يا ليلى. المهم تجاوبيني بصراحة. طول عمرك سري وعمري ما خبيت عنك حاجة. انا ملاحظة عليكي من كام يوم كده انك مش طبيعية. لا ابدا، اصلي تعبانة شوية. لا مش ده السبب يا سمير. وحياتك هو ده. ما تحلفيش، في سر مخبيه عني. انا؟ ده انا اختك وحبيبتك، وطول عمري سرك زي ما بتقولي. طب وهخبي عنك ايه بس؟ طيب فين ممدوح؟ ممدوح؟ مال ممدوح؟ ليه ما جاش سأل عنك من يوم ما جيتي هنا؟ لا ابدا، لازم مشغول شوية. لا يا سميرة، في بينك وبين ممدوح حاجة؟ لا ابدا، يمكن يكون في مأمورية. ما تحاوليش تنكري، يمكن اريحك لو قلتي لي على سرك. وانتي ذنبك ايه تشيلي همي معاكي؟ عرفتي بقى ان في سر مخبيه عني؟ انا مش عايزه اشغلك معايا، بالعكس ده سكوتك هو اللي شاغلني ومحيرني. بعدين هتعرفي يا ليلى. لا دلوقتي. انتي دلوقتي بتستعدي للخطوبة وعايشة في احلام سعيدة، بلاش اقطعها بالكابوس اللي عندي. انا لازم اعرف ايه اللي حصل. خلاصة الموضوع ان ممدوح طردني. ايه؟ وازاي ده يحصل؟ ده ضربني كمان. عشان ايه؟ علشان سألته عن الاسورة والخاتم بتوعي اللي خدهم. الاسورة والخاتم بتوعك خدهم ممدوح؟ ايوه، وصرفهم على سهراته. مش معقول. مش قلتلك بلاش اشغلك معايا؟ بقى ممدوح يعمل معاكي كده؟ ده شهر واحد بس اللي عشته معاه من غير خناق، بعد كده كل حاجة اتقلبت وبقى عامل زي الوحش. يبقى كل الرجاله كده؟ لا يا ليلى. وليه ما يكونش عادل زي ممدوح؟ مش ممكن، الاخين الشققاء بيختلفوا عن بعض في الطبع، وعادل شاب ابن حلال وانتي درستيه كويس، لكن انا قالوا لي اتجوزي ممدوح وافقت. وازاي وافقتي من غير ما تعرفيه؟ انا وضعي غير وضعك، انتي بتشتغلي عندك مجال وفرصة اكبر مني. يمكن المظهر يكون خداع. لا يا ليلى، انتي درستي عادل كويس. مش عارفة. ما تخافيش يا ليلى، وبكرة هفكرك هتبقوا اسعد زوجين. الله وبعدين معاك يا سي ممدوح؟ عاوز ايه يا فهمي؟ عاوز سيجاره يا اخي. ولع خلي الكلام يحلى. اتفضل يا سيدي. قول لي بقى، بتفكر في ايه تاني يا اخي؟ ده انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر انك رجعت حر طليق زي حالاتي، لا بيت ولا مسؤوليه ولا هم ازلي. انا مش عارف اعمل ايه بعد كده. بسيطه يا سيدي، ابعت لها ورقتها. بتقول ايه؟ الله،
امال يعني هتسيبها كده معلقة؟ يعني اطلقها؟ ايوه، عاوز تسيبها كده ماسكة في رقبتك؟ ايوه بس الطلاق يعني. يا راجل ده انا كنت زيك كده اول مرة، وبعد كده ادمنت الموضوع ده. بتقول ايه يا فهمي؟ زي ما بقولك كده، اول مرة كنت هايب الموضوع، تاني مرة جمدت قلبي، اما التالتة بقى بقت عندي زي كده ما سلم ورقة على السركي لكاتب القيودات. للدرجة دي؟ وبعد التالتة قلت توبة وكفاية لحد كده. لكن انت كمان تعبت اهو. صحيح، ليك حق، ده واخونا الله يخرب بيتهم بين المحاكم والاقسام والسجن. سجن ايه يا فهمي؟ سجن النفع، ربنا يكفيك شره. لكن انا ما اعرفش. ما هو اصلي انا بقى بيني ما بينك كنت باخد اجازتي السنوية واروح اقضيها في السجن. ازاي؟ الناس بتاخد الاجازات عشان تصيف، وانا كنت باخد اجازتي في سجن الاسم. يبقى لو طلقت هيحصل لي اللي حصل لك؟ لا اطمن، نسيبك باين عليه راجل طيب، لكن انا بقى كل مرة بتيجي وعيتي في عالم الشكل في دمها. ايوه لكن لو حصل لي كده؟ ما تحملش هم يا راجل، محسوبك خد خبرة، وعلى رأي المثل كتر النواح يعلم البكا. محسوبك بقى خبير في اشكالات التنفيذ وعدم الاستدلال. بتقول ايه؟ وقتها يحلها الحلال. دي مملكة كبيرة قوي يا ممدوح، ربنا يكفيك شرها. انت خوفتني دلوقتي. ما تحملش هم، وقتها نتصرف وبكرة تدعيلي. روق بس روق وولع يا راجل ولع. والله ما انا عارف اقول لك ايه. استريح انت يا سميرة. يا سلام يا ماما، ان ما كنتش هتعب لليلى امال هتعب لمين؟ ربنا معاكي يا بنتي. ازاي الحال؟ كويس، بس مش تلبس بقى يا عبد الحميد. يا ست لسه بدري. يعني عاوز تقابلهم بجلابية النوم؟ اهو انت دايما كده باستمرار مستعجل. لا مستعجلة ولا حاجة، بس نجهز نفسنا كويس. يا رب روق الحال يا رب. شرفت يا عادل يا ابني. ميرسي يا عمي. فين امك يا سميرة؟ هي وطنط راحوا يقعدوا في اوضه الصالون. الستات بيبقى لهم كلام تاني يا عمي. اللي كان يشوفهم يقول انهم يعرفوا بعض من مدة طويلة. الحمد لله الحمد لله. روح يا بنتي نادلهم ييجوا يقعدوا معانا. حاضر يا بابا. ايه رأيك يا عمي لو نقرا الفاتحة النهاردة؟ والله على خيرة الله يا ابني. طيب والخطوبة والشبكة تبقى الاسبوع اللي جاي. اللي تشوفه يا ابني. صحيح يا عمي. ربنا يتمم بخير. وهذه الفرقة كلها وصلت يا سيدي. خلاص يا ماما، عمي وافق نقرا الفاتحة. مبروك يا ابني. وساكتين ليه؟ عاوزين نسمع الزغاريت الاول. مبروك يا عادل يا ابني. ميرسي يا طنط. مد ايدك بقى وحطها في ايد عمك يا ابني. يلا. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا ولادي، ألف مبروك. سميرة الشربات بسرعة يا بنتي. جاهز يا ماما. ألف مبروك يا عادل، ألف مبروك. مين حضرتك؟ منزل الأستاذ عبد الحميد. أيوة شويش، يلزم خدمة؟ لو سمحت تناديله عشان عاوزه. خير، إيه اللي حصل؟ أنا عاوزه هو شخصيا في موضوع خصوصي. حاضر. بابا. نعم يا سميرة، عاوزة ايه يا بنتي؟ تسمح بكلمة؟ تعالي يا بنتي تعالي، عاوزة ايه؟ لو سمحت أنا عايزاك بره. حاضر يا بنتي. بابا. ايوه. في عسكري عايزك على الباب. عسكري؟ ايوه. يا ساتر، وعاوز ايه يا سميرة؟ ما اعرفش. ربنا يستر يا بنتي. خير يا شويش. سيادتك الأستاذ عبد الحميد؟ ايوه، يلزم خدمة يا ابني. تسمح تمضي هنا؟ امضي على ايه؟ على استلام قسيمة طلاق بنتك سميرة عبد الحميد. طلاق؟ يا ساتر، هو عملها؟ معلش يا ممدوح. عربية العفش بتاع الجهاز موجودة تحت في الشارع، ممكن تنزل معايا تستلمها؟ لو سمحت تنتظرني تحت 5 دقايق، انا جاي استلم منك كل حاجة. خير يا عبد الحميد؟ لا ولا حاجة، ده واحد كان بيسأل عن واحد اعرفه. نستأذن احنا بقى لو سمحت لنا. لسه بدري يا ست عدلية، هو احنا لسه قعدنا مع بعض؟ معلش، بكرة نيجي مرة واثنين وثلاثة، دلوقتي البيت بقى بيتنا. اهلا وسهلا، شرفتوا يا ست عدلية. كتر خيرك، وعاوزين نشوفكم عندنا بقى، احنا دلوقتي بقينا عيلة واحدة.
ايه ده يا عادل يا ابني؟ ده لازم شقة فاضية في العمارة دي. مش معقول يا ماما. مش بعيد يا ابني، وتبقى معنا سايبك في عمارة واحدة. يا ريت يا ماما، يا ريت. تسمح يا ابني؟ نعم يا ست هانم. العفش ده بتاع شقة هتفضى؟ ده عفش ست مسكينة، عفش لسه جديد بتاع الست سميرة بنت الأستاذ عبد الحميد اللي ساكنين فوق في الدور الثالث. سميرة؟ مش معقول. الله، يبقى هو ده بقى السبب اللي خلى الأستاذ عبد الحميد خرج ورجع وشه مخطوف، مش عارف يتكلم كلمتين على بعض. بس لو كان في حاجة كانت ليلى قالت لي. هتقول لك ايه بس يا ابني؟ هو ده كلام ينحكي؟ يلا بينا يا ماما، يلا. انا شايف الاستاذ عبد الحميد جاي من بعيد. صحيح يا ابني. الله، ده لما شافنا لسه واقفين رجع تاني ناحية البيت. يبقى الحكاية صحيحة بقى يا ابني. وبعدين يا عبد الحميد هنودي العفش ده كله فين؟ ما هو ده اللي محيرني من الصبح. الشقة زي ما انت عارف واخدة عفشنا بالعافية. يعني هنسيبه في مدخل العمارة اللي طالع واللي خارج يتفرج عليه؟ منك لله يا ممدوح. ايوه، احنا كنا عملنا معاك ايه عشان تكافئنا بكده؟ بس خلينا في المهم. هنعمل ايه في العفش؟ والله ما انا عارفه. ما هو لازم نتصرف قبل النهار ما يطلع علينا. اقول لك نوديه عند حد من قرايبنا. ومين عنده مكان واسع بس؟ طب تفتكر هنعمل ايه؟ العفش امره هيتدبر النهارده او بكره. المهم اللي لسه جاي بعد كده. بكره اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم في حقنا. مش ده المهم. امال ايه المهم بقى يا عبد الحميد؟ انا كل خوفي على بناتنا الاربعه. دول بقوا 5. وليلى اللي مش هتلحق تفرح. والناس دايما لها الظاهر ومحدش بيعصر. الامر لله ونعم بالله. احسن سميرة شايفاها جاية ناحيتنا. ايوه. عاوزة حاجة يا سميرة؟ العسكري كان عاوزك ليه يا بابا؟ ده موضوع كان بيسألني عنه. ويا عربية الموبيليا اللي واقفة تحت العمارة. عربية ايه يا بنت؟ انا عرفت كل حاجة يا بابا. انا اسفة اللي هدايكم اكتر من كده. ما تعيطيش يا بنتي، شدة والزولي حبيبتي. انا زعلانة علشانكم انتوا. ما تحمليش همنا احنا يا بنتي. ازاي يا بابا؟ مش كفاية الهم اللي انتوا فيه يا بنتي؟ ده لو ما شالتكيش الارض هنشيلك في عينينا من جوه. المهم دلوقتي هنعمل ايه في العفش؟ دي اول مشكلة سببها لكم. وانت ذنبك ايه بس يا بنتي؟ معلش استحملوني. ما تقوليش كده يا سمير، ده انت اعز عندنا من الدنيا كلها يا بنتي. اي والله. ده انت اول فرحة ليا في الدنيا. بكرة ليلى كمان هتخاف من الرجالة كلهم. ليلى عاقلة يا بنتي ومقدرة ظروفك وعارفاها. هي راحت فين يا سميرة؟ قاعدة في اوضتها يا بابا، مش قادرة تخرج. هي عرفت يا بنتي باللي حصل؟ طبعا، هي دي حاجة تستخبى. طيب عاوزين نفكر دلوقتي في العفش. اقول لك ايوه، ناخد اوضه من بتوع البواب اللي فوق السطوح. عاوز انا احط عفش بنتي فوق السطح يا فتحية؟ هنعمل ايه بس؟ الضرورة لها احكام زي ما بيقولوا. بس الفيران تاكله والشتاء ينزل عليه يخسره. نحاول نصلح الاوضه لحد ربنا ما يسهلها. ليكي حق يا ماما. بس يا بنتي يعني هنوديه فين بس يا بابا؟ العفش غالي وخساره. بكره تبيعه. ايه بتقولي ايه يا بنتي؟ امال هنعمل بيه ايه؟ ده حقك يا بنتي. تعال ننزل الاول يا عبد الحميد نشوف لنا صرفه في العفش. بدل ما هو مرمي في وش الطالع والناس. انا جايه معاكم يا ماما. خليكي وكفايه اللي عندك يا حبيبتي. ربنا معاك يا سمير، ربنا معاك يا بابا. في حاجة يا ماما؟ ايوه يا عادل. نعم. عملت اللي قلت لك عليه؟ قصدك ايه؟ سألت ليلى عن سبب طلاق اختها سميرة. ازاي بس اسألها سؤال زي ده؟ هو السؤال حرام؟ بس ده موضوع حساس قوي. وايه بقى الحساسية اللي فيه؟ والله ما اقدرش اجرح شعورها، خصوصا الموضوع لسه جديد ولا قديم. لازم نعرف ايه الحقيقة. انا اللي يهمني ليلى بس. ازاي يا ابني؟ انا خاطب ليلى مش سميرة. كلام ايه ده يا عادل؟ يا ماما وحياتك بلاش الموضوع ده. هي سميرة مش اخت ليلى؟ ايوه. يبقى لازم نعرف كل حاجة عن سميرة قبل ليلى. وهيفيدنا بايه السؤال عن سميرة وجرح شعور الناس؟ نعرف راسنا من رجلينا ونرسلنا على بر يا ابني. انا مش فاهمك خالص ابدا. انت مش صغير لسه يا عادل، ولازم تفهم الدنيا ماشيه ازاي. مش ممكن يا ماما، ما اقدرش اجرح شعور ليلى ابدا. يمكن يا ابني يكون السبب كده ولا كده. قصدك ايه؟ الناس دلوقتي متداريه ومحدش عارف ايه اللي وراهم. انا مش فاهم الحكايه دي شغلاكي ليه بس. انا لازم اعرف السبب. يمكن ما حصلش وفاق بينهم. ايه
دي ما كملتش 6 اشهر متجوزه. سوء التفاهم ممكن يحصل من اول شهر. مش لدرجه الطلاق بسرعه كده يا ابني. اوه، الاخوات نفسهم بيزعلوا مع بعض. ما تحاولش تلف وتدور معايا يا عادل. حياتك يا ماما وحياتك انا بتكلم معاكي بمنتهى الصراحه. مش عايزه اتكلم معاك اكتر من كده، ولازم تعرف ايه السبب في طلاق سميرة. ما اقدرش. مش يمكن يكون في حاجه بطاله؟ تقصدي ايه بس؟ زي ما انت عاوز فسرها بقى. المهم نعرف ايه اللي حصل وبعد كده نبقى نعرف هنعمل ايه. كلام ايه ده بس يا ماما؟ الله، سميرة ست ممتازة واخلاقها فوق كل شبهة. ريح نفسك، انا رايحه انا ازورهم الليله. ارجوكي بلاش تجرحي شعور الناس. دي زياره عاديه خالص، وهو الكلام هيجيب بعضه، وعلى راي المثل يا خبر بفلوس بكره تبقى ببلاش. جالك كلام يا عادل؟ خير يا ماما. عرفت ان امك كلامها ما ينزلش الارض بقى؟ ايه اللي حصل؟ انا رحت الليله زرت بيت الاستاذ عبد الحميد. امتى؟ لسه راجعه من عندهم حالا دلوقتي. وزي ليلى؟ انا ما كنتش رايحه عشان ليلى ولا عشان سواد عيونها يا اخوي. عملتي ايه هناك؟ كل خير يا ابني. اوعى يا ماما تكوني جرحت شعورهم. دول عاملين انهم مش معانا في الدنيا خالص. ازاي؟ نكروا عني الحقيقه وقالوا ان ممدوح في مأمورية شهرين. هم قالوا كده؟ مش قلت لك ان في سر مخبينه علينا؟ معذورين يا ماما، معذورين. يقوموا يكذبوا عليا. الله، تفتكري يعني كان هيقولوا لك على ايه؟ الحقيقه طبعا. انا خايف يا ماما تكوني جرحت شعورهم. شعور ايه بس اللي لسه هتدور عليه يا ابني؟ يا ماما دول ناس طيبين. انت يعني كنت عاشرتهم قبل كده؟ باين عليهم. خلاصة الكلام لازم تقطع علاقتك بالناس دول كده بالبساطة دي؟ يكون في علمك انا مش موافقة على الجوازة دي ابدا، ولا يمكن تتم ولو في اخر يوم في حياتي. انا اسف لزيارة المفاجأة من غير معرفة سابقة. بالعكس، ده انا سعيد جدا بزيارتك. في الحقيقة انا كنت فاكر انك في مأمورية وغايب عن المصلحة. مين قال كده؟ الأستاذ عبد الحميد والد سميرة. وتعرفوا منين؟ أنا نسيت أقول لك من الأول، أنا خطيب ليلى بنته. أهلا وسهلا. يبقى سيادتك الأستاذ عادل خطيب ليلى؟ مظبوط. تشرفنا، بس معرفتك بيا جت متأخرة شوية. فعلا كان مفروض عرفنا بعض قبل كده من زمان. معلش، ما تفرقش كتير. على فكرة، أنت اتجوزت ولا لسه؟ لا، أنا لسه خاطب وكنت عايز أقدم شبكة قريب. يعني لسه على البر. أيوة، بس نفسي أخلص قريب وأتجوز خلال شهر. طب ومستعجل قوي كده ليه؟ لا مؤاخذة، في سؤال عايز أسألك فيه. اتفضل، اسأل سؤال واثنين وثلاثة. صحيح أنت طلقت سميرة يا أستاذ ممدوح؟ يا ساتر، وإيه اللي جاب السيرة دي دلوقتي؟ يعني الخبر ده صحيح؟ والحمد لله ربنا تاب عليا منهم. ليه؟ إيه اللي حصل؟ دي مسائل خاصة. لك حق، لكن أنا جاي لك النهاردة عشان أسألك قبل ما أعمل أي حاجة. اتفضل. أنا عارف سميرة وكنت أتمنى كل واحدة تبقى زيها. وعرفتها إزاي بقى يا سيدي؟ يعني كنت عارفها قبل ما اتجوزها؟ لا، أنا عرفتها من خلال معرفتي بليلى. طب ممكن نتكلم في موضوع تاني غير ده؟ أنا جاي لك مخصوص عشان الموضوع ده. موضوع إيه يا سعادل؟ لو سمحت ترد على سؤالي بصراحة. تحت أمرك. إيه السبب اللي خلاك طلقت سميرة؟ والله دي حكاية طول شرحها. لو سمحت عايز أسمع منك كل التفاصيل. أنت عايز نصيحتي يا ابن الحلال؟ أيوه، أنا جاي لك عشان كده. ابعد عن الناس دول وغني لهم، دول شر كبير. ابعد عن الناس دول ليه؟ ايه السبب؟ انا كنت فاكرهم ناس طيبين، طلعوا نهايته. المهم مفيش داعي الكلام. ارجوك من فضلك وضح كلامك. كل واحد له وجهة نظر، انما خلاص الكلام خليك بعيد احسن. لحد دلوقتي ما عرفش السبب. لما تعاشرهم هتعرف اكتر مني. انا جاي لك قبل ما اتورط واستفيد من تجربتك. الناس دول زي التعبان، ناعم وفي نيابه السم. للدرجة دي؟ بيتهيألي انت متحامل عليهم. هم كده، وبكره هتشوف. طيب انا عايز اسمع منك سبب محدد بس. والله دي حاجات خاصة ما يصحش الواحد يقولها. انا اسف، انا برجع وارجوك تاني ان كان في حاجة محددة احب بس اعرفها. انا ما عنديش غير النصيحة اللي قلت لك عليها، ابعد عنهم تكسب. ايوه بس اعرف السبب. بعدين لما تجرب هتعرف كل حاجة، وانا قلت لك على اللي عندي، والباقي ده اسرار ما اقدرش اقول لك عليها. ايوه يا محترم، كنا بنتكلم في ايه من شوية؟
في موضوع النفقة والمحاكم الشرعية. يا ساتر يا ساتر، ما بلاش السيرة دي يا أخي. اسمع يا فهمي. نعم اتكلم يا سيدي، كل آذان صاغية. ايه اللي عندك؟ افرض ان سميرة رفعت عليا دعوة ولا قضية نفقة، اعمل ايه؟ نعم تعمل ايه؟ طب ما ترش الاول كده وتولع عشان الكلام يحلى ونعرف نتكلم. اتفضل يا سيدي، ادي سجارة كمان اهي. ايه ده، انت هتعدهم عليا ولا ايه؟ بس قول لي عملت ايه في قضايا النفقة بتاعتك؟ منها لله يا حميدة، هي اللي دوختني ال7 دخات. عملت ايه معاك يا فهمي؟ هتفضل راكبة على قلبي 9 سنين لحد البنت ما تكبر واضمها ليا. وبعدين؟ يا اخي شوف لنا سيرة تانية غير دي يا اخي. ادخل. ايه ده بقى؟ مين؟ حميدة؟ ايه اللي جابك السعادة يا حميدة؟ اتفضل يا شاويش، هو اللي قاعد في الوش ده. لو سمحت اتفضل معانا على الاسم يا استاذ. اسم ايه تاني يا حضرة؟ حميدة يا حميدة يا حميدة، ده انا فهمي بتاع زمان يا حميدة، اول حب ليكي يا حميدة. حميدة اسكت يا بتاع ال3 ورقات. انا بتاع ال3 ورقات، الله يسامحك. اتفضل يا استاذ، ما تضيعش وقتنا، اتفضل. لما نشرب القهوة يا شاويش، الله اتفضل اشرب شاي انت راخ. وبعدين معاك يا استاذ. امري لله. على فين يا استاذ فهمي؟ على فين؟ على لقنة الحكومة، المبيت مجانا والاكل كمان مجانا. معلش المرة دي هقضي الشهر بتاع النفقة في الشتاء، مش هوصيك يا ممدوح كتر من السجاير وما تنساش العيش والحلاوة. ليلى ايوه عادل. ايه مستعجله على ايه؟ عاوز الحق المواصلات قبل الزحمه. طب ثانيه واحده يا ليلى. عاوز حاجه يا عادل؟ عاوزك في موضوع ومش هعطلك كتير. خير يا عادل؟ كنت عايز اسالك في حكايه، بس مش عارف ابتدي ازاي. اتفضل قول. ولا اقول لك نخليها لبعدين؟ لا دلوقتي. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بالعكس انا مستعد اسمعك. انا كنت عايز اقول لك فين ممدوح دلوقتي؟ وايه مناسبة السؤال ده دلوقتي؟ عشان ما حضرش الخطوبة. ويعني كان لازم يحضر الخطوبة؟ طبعا، مش جوز اختك؟ الله، انت هتعملي تحقيق ولا ايه؟ مش قصدي انا بس بسأل. اعرف الاول بتسأل ليه؟ ماما لما راحت تزوركم قالوا لها انه في مأمورية شهرين. ما اعرفش، ما كنتش موجودة ساعتها. والحقيقة يا ليلى، قصدك ايه؟ ممدوح طلق سميرة. وفيها ايه لما يطلق سميرة؟ بس كنت عايز اعرف السبب بس. ويهمك في ايه؟ هو انا غريب عنكم؟ سؤالك دلوقتي هو اللي غريب. لو انت في مكاني مش كنت هتسألي نفس السؤال؟ عاوز يعني تقطع الشك باليقين؟ ده مجرد سؤال. ممدوح ما ينفعش في اي حاجة، وما كانش يستاهل واحدة زي سميرة اختي. لكن اللي سمعته غير كده. سمعت ايه؟ ان سميرة هي اللي غلطانة. مين قال كده؟ ممدوح نفسه. وعرفت ازاي؟ وقابلته فين؟ رحت له الشغل النهارده. طب تتجسس علينا يا عادل؟ يعني بس عايز اعرف الحقيقة ايه. وليه ما سألتنيش بالاول؟ انا ما حبيتش اجرح شعورك. كان اكرم لك لو سألتني. انا خفت اجرحك بالسؤال. يعني غلطت وعالجت غلطك بغلطة اكبر. كنتش اقصد حاجة بس. ازاي؟ انت زعلت مني يا ليلى؟ طبعا هي دي شوية. انا اسف يا ليلى. دي اخر مرة هكلمك فيها. بتقولي ايه؟ ومش عايز اعرفك تاني. مش معقول يا ليلى. وكل اللي بينا انتهى كمان. بالسهولة دي؟ ايوه. لكن انا ما غلطتش. وانا ما عنديش استعداد اعاتبك او احاسبك. انا كنت ناوي اشتري الشبكة بكرة. روح دور على واحدة تناسبك، بس تكون غيري. مش ممكن يا ليلى. احنا ناس على قدنا، مش قد المقام. ده في نظرك ناس وحشين، خليك بعيد عننا. ما اقدرش يا ليلى، ما اقدرش ابدا. ويكون في علمك ان سميرة اطهر واشرف واحدة. مفهوم؟ ليلى مالك سرحانة في ايه؟ انا يا سميرة لا ابدا ولا حاجة. انتي زعلانة مني؟ يا خبر، بقى انا ازعل منك. امال ليه مش زي عوايدك معايا النهاردة؟ لا ابدا، بس اصل عندي شوية صداع. لا يا ليلى، انتي مخبية عني حاجة. وحياتك عندي ما مخبية حاجة عنك. افتحي لي قلبك، ده انا اختك وحبيبتك. كفاية اللي عندك يا سميرة، انا مش عايزة اشغلك معايا. حصل ايه يا ليلى؟ انا خلاص سبت عادل. بتقولي ايه؟ ومش هرجع له تاني مهما حصل. ازاي ده؟ اهو كده وخلاص. طب السبب؟ كل اللي يهمك تعرفيه اني مش راجعه له تاني وبس. يهمني كمان اعرف السبب. لو كان عندي نية الرجوع كنت حكيت لك، لكن مش عاوزة حتى اسمع اسمه تاني. انا اسفة اللي كلمتك. الله، انت زعلت يا سميرة؟ يسهر ما عدليش مكان هنا. انا فعلا حاسة اني بقيت غريبة. يا خبر، كلام ايه اللي بتقوليه ده يا سميرة؟ ايوه انا حاسة بكده. ده بيتك
كلنا تحت امرك. انا حاسه حتى ان حبكم ليا بقى عاطف. يا ريت تكرهوني، يا ريت. صعب كده الدرجات يا سمير، ده انا مش عايزه اشغلك بمشاكلي. بكره كل شيء يتصلح يا سمير ان شاء الله. الولاد ناموا؟ من بدري. وايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا عبد الحميد؟ كنت عند المحامي. بتعمل ايه عند المحامي؟ عشان يرفع لنا قضية نفقة ومؤخر صداق. امرنا لله. عرفنا المحاكم والمحامي على اخر الزمن. ايه معلش يا ستي، مسيرها ترسي على بر. وبعدين يا عبد الحميد؟ لما يصدر الحكم هنفذ عليه. منه لله البعيد. ايوه. وسميرة ازاي حالها دلوقتي؟ مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه، لكن اهو بقى لازم تعرف. خير يا فتحي؟ ولا كفايه اللي عندك يا اخوي؟ ايه اللي حصل بس؟ بعدين هقولك. ايه اللي جرى يا فتحية؟ قولي. ليلى كمان حصلت اختها. ايه بتقولي ايه؟ هي وعادل سابوا بعض، قطعت صلاتها بيه. ايوه لكن ايه السبب؟ كان بيسألها عن طلاق سميرة. له حق يسأل يا فتحية. لكن اللي حصل انه سألها بطريقة خلت اعصابها صارت. وهي سميرة عملت عاملة، عشان كده ليلى ما تحملتش. وايه اللي حصل من عادل لها؟ قال لها انه راح سأل ممدوح بنفسه. وقال ايه ممدوح؟ لازم عمل له البحر طحينة زي عوايده، وقال فينا كلام ما حصلش. وكان رد ليلى ايه على عادل؟ رفضت مجرد مناقشته وقطعت علاقتها بيه. ليها حق. طب والنتيجة يا عبد الحميد؟ ليها رب يا فتحية. ده احنا ما صدقنا ان ليلى جالها واحد زي ده. الكل عارف اللي عندنا، وطول عمرنا ماشيين بالاصول. انا عندي فكرة يا عبد الحميد. ايه هي؟ هروح بنفسي للست عدلية واشوف الحكاية وافهم عادل الحقيقة. ودي تيجي بقى احنا اللي نروح لهم. يمكن يكون في مشوار القبول. احنا ما بنعرضش بضاعة للبيع، وليلى عملت الواجب اللي عليها. والحل يا عبد الحميد؟ لما يحس عادل بغلطته ويعرف الحقيقة هو اللي هيجي بنفسه. طب وان ما جاش؟ يبقى ما يستاهلش ليلى. نفس الكلام اللي سمعته من ليلى. وهو ده الصح. يعني انت شايف كده؟ دلوقتي حسيت بس ان ليلى ردت لاختها كرامتها وعملت بالاصول مهما كانت النتيجة. مش معقول. بالحضن يا سي فهمي، بالحضن. سيبني في حالي دلوقتي يا ممدوح، سيبني في حالي. كنت فين يا راجل المدة دي كلها؟ يا ساتر، كلهم يومين لحقت على وحشك. هو انت وحشتني بعقل؟ ده انا كنت ناوي اروح لك الاسم النهارده اسال عليك. فيك الخير والله يا اخويا، ما بلاش سيرة الاسم دي على الصبح وتقول يا فتاح يا عليم. الله، انت مالك جاي حامي عليا النهارده؟ من اللي جرى. احكي لي عملت ايه؟ منها لله المضروبة اللي اسمها حميدة. نفذت عليك بالسجن؟ يا ريت يا اخويا، يا ريت كان ارحم. قول ايه اللي حصل. بعد ما طلعت من هنا يا سيدي. ايه بقى اللي حصل وكنت فين؟ كنت في جهنم الكبيرة. دخلت السجن؟ ده السجن اتاريه ارحم يا اخويا. الله، امال عملت ايه؟ رجعت الحميدة تاني. ازاي؟ كان لازم اعمل كده. الله، لكن انت مش طلقتها؟ ايوه يا سيدي، طلقتها ورديتها تاني. شوف بقى النحس. طب وليه عملت كده؟ اقول لك يا سيدي. قول. لقيت مفيش فايدة. السجن اليومين دول وحش على صحتي، الدنيا تلج. لما بقى لو كانت الدنيا صيف طراوة كنت اتحملت. يعني انت متجوز حميدة دلوقتي؟ من سوء بختي، من مصيبتي السودة. كنت فاكر ان سجن الاسم ده هيبقى صعب، لكن لقيت سجن حميدة اصعب يا اخويا، اصعب. فهمي. ايه؟ الف مبروك. على ايه يا اخويا؟ انت دلوقتي عريس جديد؟ عقبالك يا اخويا، وتشوف اللي شفته بشوفه من حميدة. وناوي تستقر بقى على كده؟ نعم يا اخويا، استقر على كده يا شيخ. فال الله ولا فالك. الله، امال هتعمل ايه؟ صبرك بالله عليا، صبرك. ده انا فهمي ابو التفانين. بكره تسمع وتقول ان فهمي ما يندحكش عليه ابدا كده. طب هتعمل ايه يعني؟ بكره مضيها انها خلاص استلمت حقها. وبعد كده؟ بعد كده هتلاقي نفسها بره في الشارع. هقول لها بره يا حميدة بره. وساعتها ترجع ريمة لعادتها القديمة. ادخل. ايه ده الشاويش مرة تانية؟ نعم، عاوز ايه تاني يا عدد الشاويش؟ لا المرة دي مش عاوزك. امال عاوز مين؟ عاوز الاستاذ ممدوح. انا
ايوه اتفضل معايا على الاسم. تبقى غمزت والله واتجمعنا تاني يا قمر. حصل ايه يا شويش؟ حضرة الضابط عاوزك في الاسم حالا. طيب ما تعرفش عايزني ليه؟ الله اعلم. هيكون ايه يا اخويا غير اللي انت عارفه يا سي ممدوح؟ تفتكر ايه يا فهمي؟ ها ايه بقى لحقت تنسى يا راجل؟ مفيش غير النفقه. وبعدين يا فهمي اعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا الدفع يا الحبس. لكن انا مفيش معايا فلوس. يبقى الحبس. مش معقول يا فهمي، يعني انا ادخل السجن؟ ايه يا اخويا كتير عليك، بتحصل وحصلت لجدع منك، حصلت لنا. فهمي والنبي تصرفني يا فهمي. كنت يا اخويا نفعت نفسي. اتفضل بقى يا استاذ، اتفضل كفايه كده. ثانيه واحده والله يا شويش. انا هرجع اقول لحضرة الضابط انك رفضت الحضور. انا جاي معاك اهو، بس وحياة ابوك دقيقه واحده. اسمع يا مندوح. ايوه. انا عندي ليك فكره محترمه. ايه هي؟ ما تقلقش، كلها كام يوم وحصلك. بقى ده وقت هزار يا فهمي. انت شجعتني انفذ الخطه. خطه ايه؟ من بكره هطلق البت حميدة وهتلاقيني عندك في لوكاندا الحكومة. ياه ده شهر طويل قوي، من الهلال للهلال. هلال ايه؟ اصلهم هناك بقى اول مرة الخام لسه. هناك يا سيدي بقى بيحسبوا لك بالعربي. والله هتوحشني يا ممدوح، بس ولا يهمك يا راجل، انت دخلت التاريخ من النهاردة. يا راجل بطل بقى بطل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اي خدمة؟ انا ممدوح، سيادتك طلبتني من المصلحة النهاردة. اتفضل استريح لحد ما توصل الست سميرة صاحبة الحكم. حكم ايه يا فندم؟ حكم نفقة ضدك ومؤخر صداق. بكام؟ 70 جنيه نفقة و150 مؤخر صداق. ياه، كل المبلغ ده؟ ايوه، انت جبت المبلغ معاك. سيادتك عارف ان انا موظف يعني. بس ده حكم واجب النفاذ. ولو عجزت عن الدفع؟ اسف اقول لك هنفذ عليك الحكم بالسجن. بس انا موظف. معلش القانون بيسري على كل واحد، والمصلحة هتكتفي بخصم الشهر اللي هتقضيه في السجن. طيب مش ممكن تقسيط المبلغ؟ ده يرجع لمطلقتك. ولو رفضت؟ يبقى مفيش فايدة، لازم ننفذ الحكم بالحبس البسيط عليك لمدة شهر. صباح الخير يا حضرة الضابط. صباح الخير يا فندم، حضرتك مين؟ سميرة عبد الحميد. اتفضلي. متشكرة. والمدموزيل؟ ليلى اختها. اهلا وسهلا. نفتح بقى المحضر. محضر ايه حضرة الضابط؟ حكم النفقة يا ست سميرة. بس الاستاذ ممدوح عاوز يقسط المبلغ، لكن احنا مش موافقين. وانت يا ست سميرة؟ ايوه كمان انا مش موافقة، انا عايزة المبلغ كله. طيب اتفضلي امضي هنا. وبعد كده مضطرين ننفذ على ممدوح الحكم بالحبس. افندم، خد الاستاذ ممدوح اثبته في دفتر السجن ودخله السجن. اديني فرصة لبكرة لو سمحت يا حضرة الضابط. اسف يا ممدوح، الحل في ايد الست سميرة بس، وهي اللي تملك الحق ده. عن اذنك يا حضرة الضابط. اتفضلي يا ستي، مع السلامة، واسفين جدا لازعاجك. لا ابدا، متشكرة. خد الاستاذ ممدوح دخله السجن يا مطاوع. حاضر يا فندم. سميرة يرضيك يدخل السجن يا سميرة؟ مالك يا سميرة؟ مش قادرة اشوفه هو داخل السجن يا ليلى. هو اللي عمل كده بنفسه. معلش، لكن ده كان عيش وملح بينا. هو يستاهل اكتر من كده. سميرة يا سميرة. مش قادرة يا ليلى، مش قادرة. عاوزة ايه بس يا سميرة؟ انا هرجع اتنازل عن الحكم. بتقول ايه؟ معلش يا ليلى، مش قادرة. خير يا ست سميرة، خدمة تانية؟ لو سمحت، انا متنازلة عن الحكم. بتقولي ايه؟ مستعدة امضي على كده. والنفقة؟ استلمتها خلاص، وهكتب اقرار على كده. امرك، انت صاحبة الحكم ومن حقك التنازل مدام دي رغبتك. يا شاويش مطاوع. افندم حضرة الضابط. هات ممدوح وتعالى. اتفضل يا سيد ممدوح، ارجع لشغلك. صحيح يا حضرة الضابط، يعني مش هدخل السجن؟ البركة في ست سميرة. سميرة؟ ايوه، اتنازلت عن الحكم علشان ما تدخلش السجن. بقى انت تعملي معايا كده يا سميرة؟ تسمح لي يا حضرة الضابط؟ اتفضلي يا ست هاني. سميرة تسمحي لي بكلمة واحدة يا سميرة؟ لو سمحت. كلمة واحدة. اتفضل، مش عايزة اتكلم معاك تاني خالص. انت عاوز ايه منها تاني يا ممدوح؟ مش كفاية اللي عملته؟ ليه بتسامحيني يا سميرة؟ علشان اخلاقي احسن من اخلاقك. فعلا، لكن ليه بتعملي معايا كده رغم اللي حصل مني؟ كفاية بقى ممدوح. سامحيني انت كمان، انا غلطت في حقك انت كمان. احنا مش عايزين نتحاسب.
يا ريت تحاسبوني. ربنا اكبر منك ومننا. ساعديني يا ليلى، ساعديني. انا عن نفسي لو اعرف ان سمير هتعمل معاك كده ما كنتش جيت معاها لحد هنا. يعني كنت عايزاني ادخل السجن يا ريت للدرجه دي عشان تحس فعلا بغلطتك. سامحيني يا سميرة. لو ما رجعتش هرجع الاسم تاني واشتكيك. يا ريت تعمليها وتدخليني السجن. دلوقتي يعني خلاص مش خايف من السجن؟ ايوه، انا لو دخلت السجن دلوقتي هستريح. امال كنت بتصرخ ليه؟ السجن ارحم لي من اللي انا فيه دلوقتي. قدري شعوري. الكلام ده دلوقتي ما يجيبش نتيجة يا ممدوح. اتفضل بقى خلينا نروح. لكم حق تزعلوا مني. يا ريتني دخلت السجن، كان ارحم لي من العذاب ده كله. يا ريت. سامحيني يا سميرة، سامحيني ويجرى لي بعد كده اللي يجرى. انا حاسس اني صغير ومجرم كمان. ارجوك كفاية. ادي حكايتي كلها من الاول للاخر يا استاذ عادل. طب وليه كدبت عليا لما رحت لك المصلحة؟ كنت متغاظ منهم وحاقد عليهم. ودلوقتي لما سامحتني سميرة وانا في موقف الضعف وهي في موقف القوة، حسيت بانهم ناس كويسين فعلا. سميرة ملاك، انسانة عظيمة. دي كانت نعمة ما استاهلهاش. ورميتها في الشارع. كفاية. وليلى كمان طارت من ايدي. لازم اصلح غلطتي معاهم. بعد ايه يا ممدوح؟ لسه الوقت ما فاتش. دول الناس عايشين على كرامتهم بس يا ممدوح. لكن الاستاذ عبد الحميد راجل طيب. لكن الطيبة كمان لها حدود. قوم نوصل لهم حالا دلوقتي. فين؟ نروح لهم البيت. هنعمل ايه يا ممدوح؟ انا اللي هتكلم وانت بس تشجعني وتحاول تلطف الجو بينا. كفاية يا ممدوح، وخلي الجرح متغطي وبلاش ننفخ في النار من جديد. انا كل اللي انا عايزه ان سميرة تسامحني بس. واهلها اللي جرحتهم بقى انا جاي لك علشان تساعدني يا عادل. بعد ما فات الاوان. لسه الوقت معانا. قوم يا عادل قوم. ليلى لا يمكن هتسامح في حقها ابدا، انا عارفها كويس. دول كلهم طيبين، انا اللي كنت الشيطان. وحياتك يا عادل قوم معايا، قوم يمكن تسامح وتصفح عني. ممدوح وعادل، مساء الخير يا عمي. اهلا يا ابني، اهلا، اتفضلوا. تسمح لنا يا عمي؟ البيت بيتكم يا ابني. انا اسف يا عمي اللي جيت في وقت مش مناسب. ايه ده بيتك وانا في مقام والدك برضه. ايوه بس ممدوح. عاوز ايه تاني ممدوح؟ تسمح لي بكلمة يا عمي؟ اتفضل يا ابني. انا مهما اتكلمت مش هقدر اعبر عن اللي في قلبي، لكن انا عارف ان قلبك كبير. انا عن نفسي يا ابني مسامح في حقي. وسميرة دي مسألة ترجع لها هي شخصيا. ممدوح ابنك يا عمي وهو معترف بغلطته. وكل واحد بيغلط. كفاية اللي حصل يا عادل. انا اللي يهمني سميرة تسامحني. سيب سميرة في حالها بقى يا ممدوح. يعني خلاص يا عمي. انت يا ابني اللي بديت بالأسية. يمكن سميرة تسامحه. والله لو كان كده يبقى يا دار ما دخلك شر. طيب ممكن تسألها دلوقتي يا عمي؟ بعدين يا ابني بعدين، وهتعرف بعد كده النتيجة. طيب وليلى؟ ليلى معاك كل يوم في المصلحة. هي كمان واخدة على خاطرها مني. ربنا يقدم الطيب. وانا عن نفسي هعمل كل جهدي معاهم. ما تنساش اني والد واتمنى لاولادي كل سعادة. ايه رأيك يا سميرة في كلام ممدوح؟ عاوز رأيي انا يا بابا؟ ايوه يا بنتي. ورأيك انت؟ والله انا سايب لك الحرية كلها، وانت صاحبة الرأي الاول والاخير. ما تزعلش مني يا بابا. انا يا بنتي انا مش ممكن ارجع لممدوح تاني. ازاي يا سميرة؟ امال ليه اتنازلت عن الحكم؟ ده وضع ورجوعي له وضع تاني. معلش يا بنتي معلش، انا حاسس انه حس بغلطته وندم عليها ندم كبير. يا بابا ممدوح جرحني في اعز شيء، في كرامتي، ومستعد يصلح غلطته يا بنتي. يا بابا انتوا جوزتوني من غير ما تاخدوا رأيي. ازاي يا بنتي؟ ده اللي حصل يا بابا، وانت عارف كل الظروف. ماما كانت بتجري بدور لنا على عرسان، كانت خايفة علينا، وخوفها زيادة ده هو اللي ضيع كل حاجة. وانت يا ليلى؟ انت يا بنتي بعد اللي حصل لاختي سميرة لا يمكن ارجع لعادل. عارفة معنى كلامك ده يا بنتي؟ لو ما رجعتيش لعادل اختك سميرة مش هترجع لبيتها. ما هو يا بابا فكري في اللي حصل. عفش اختك متكون، وممدوح نفسه حس بغلطته، وعادل من حقه برضه يسأل. كان لازم يسألني، كان لازم يثق فيا. هو غلطان
والحمد لله اللي جت على كده. لازم اختك ترجع، كفايه كلام الناس بقى. امرك يا بابا، هقنعها وهرجعها لممدوح جوزها. مش هترجع له الا لما تلاقيك رجعت العادل. حاضر يا بابا، هرجع له. وبعدين يا عادل يا ابني؟ والله يا عمي انا غلطت في حق ليلى، غلطت. ما كانش لازم اتصرف بالشكل ده، كان لازم افكر، كنت لازم اتصرف بحكمة. يا خسارة، ليلى بنت ممتازة. سميرة، أنا آسف يا حبيبتي. أرجوك بلاش تفكرني بأتعس أيام حياتي. ليلى، عادل، أنا مش ممكن أنسى منك. خلاص بقى يا حبيبتي، خلاص. أنا هخلي أيامي كلها سعادة وحب، هنعيش مع بعض أحلى الأيام.